عليكم، إن شاء الله الكل بخير، آمين يا رب. الكيكة اليوم كيكة المناسبات، وإن شاء الله راح تعجبكم. مقادير الكيكة: هاي محسن مال كيك، والطحين أكيد كوبين أو كوب ونص، ومع إضافة كاكاو. وهنا ظرف بيكنج باودر وظرف فانيلا، 5 بيضات إلى 6. هنا نظفتها. راح أضيف رشة ملح، كوب شكر. المحسن حسب البيض اللي أخليه، إذا ضفت 6 راح أضيف 1.5، ونص كوب مي، وخاشوقتين كاكاو كبار. هنا راح أضيف البيكنج باودر والفانيلا ويا الطحين وأخلطهم أو أنخلهم وأضيفهم فوق المقادير السائلة. ونبدأ نخلط كل المقادير سوا بدون ما نفصلهن عن بعض. هنا دهنت القالب وحضرته. هي المفروض تكون قوامها أكثر، يعني سخينة. زيدت الوقت، سويته ساعة. رأسا بعد 50 دقيقة استوت، خليتها إلى أن انتهى الوقت الساعة، صارت جاهزة. وهذا ارتفاعها كل زين. مجربتها يعني الساعة تكون بهاي الدرجة. غطيتها حتى تبرد. راح نبدي نحضر الكريمة. مكتوب بالمقادير نضيف زبد. سويتها حسب المقادير المذكورة بالباكيت، يعني المكتوبة، وما ضفت لها إضافات، يعني بس مجرد إنه حليب والكريمة. كان الموقف كلش حلو. بعدين ظليت أحشى عليها. هنا بدال السيروم راح أستخدم من نسكافيه. مو شرط إلا نسكافيه، ممكن أي شيء نستخدمه. حتى دا عندنا مربى نخففها بس بالمي، أو نضيف هيك دا تكون يعني خفيفة. هنا أنا قطعت كاكاو بأي شكل، ممكن قطع ناعم خشن. أنا سويته بالمبراشة، أقصد بالمكشارة. طلع هيك قطع صار. هاي قطع أناناس مال المربى، يعني خففتها بالمي وخليتها. هماتين أضيف نكهة، وبس لأن ما حد يحب الفواكه بالكيك فاستخدمت شي بسيط بس بالطبقة الوسطانية. هنا آخر طبقة راح أحاول أعدلها وأبلش بالقناش. القناش كاكاو والقشطة بس. القشطة راح أفرغها كليتها بالدلة وأضيفها على النار، بس مجرد ما تغلي، مو تغلي كلش يعني، بس تحمى. راح أضيف عليها الكاكاو، ها هي تصير بهاي القوام. ممكن أضيف الزبد وهاي بس يتغير طعمها، هيك طعمها أطيب. طعم القناش بس قشطة وكاكاو كلش طيب. إذا تحبوه خفيف كلش شوي نضيف له حليب، بس هو القوام مالته هيك كلش زين.
وبالنسبة للقطعة اللي بقت الزيادة مال الكيكة ضفتها ويا الكريمة المتبقية وسويتها هيج دوائر وغلفتها بالبسكت، وبعدين زينت بيها الكيك. يعني كان التزيين مالتها كلش بسيط، ما احتاجت يعني تزيين صعب. هاي الكرات اللي سويتهن، وهمتين حطيت ضفت ويا الكيكة شوي من بندق وعلى لوز على كان مطحون. مرة ثانية أصوره لأنه بس تصوير هاي الكرات ما صورتها. بعدين حطيتها بالبسكت بس ما كملنا بالنسبة للتصوير بهاي الزينة. رأسا فرقناهن سويناهن على دائرة، حطيت بالوسط الزينة، أقصد البسكت المطحون بهاي الطريقة. بعد ما وخرتهن لأنه ظل مكانهن فارغ العفو، فسويتها هيجي صارت هيجي أحلى. طبعا طعمها خرافي، انصدمنا بيه صار صدمة كلش طعمها طيب. هاي دائما أعتمد عليها إذا تكون يعني بطريقة مستعجلة أستخدم هاي الطريقة، وهم بالجدر الكهربائي واستخدم نفس المواد اللي استخدمتها اليوم. هي هاي أبسط كيكة ممكن تقدمها بالمناسبات بدون عجينة سكر أو زينة مبالغ بيها. وهاي أكثر من طريقة سويتها، إلا أنا اعتمدنا على هاي حبيناها لأنه تكون الكرات على كل قطعة واحدة، وفعلا إذا جربتوها راح تعتمدون عليها بكل مناسبة. وهنا أنا أخذت مجموعة من الكتب، من ضمنهم هذا الكتاب بماسكات للوجه وللعين، بيه هواية ماسكات يعني من خلال ما شفته أشكال وأنواع، فراح أقدم يعني كم شغلة أجربها يلا أصورها إن شاء الله على الفيديوهات الجاية. ومع السلامة، وإن شاء الله ألتقيكم بالفيديوهات القادمة، وشكرا للمتابعة. مع ألف سلامة، نستودعكم الله إن شاء الله.